بسم الله. حنسوي مقلوبة، ولما نقول مقلوبة باذنجان، بس مقلوبة باذنجان ما نخلطها مع أي شيء ثاني. حنسوي مقلوبة حقيقية، أنا فلسطيني، حنسوي مقلوبة فلسطينية زي اللي الناس بتاخذها على ساحة الأقصى في رمضان تفطر هناك. مقلوبة ما حنسوي مقلوبة يعني شيخ رومانسي ولا ملحق منسي ولا يعني أبو يمن. حبايبي أصحابي اليمنيين كثار عزيزين على قلبي، لكن برضو ما حسوي مقلوبة أبو يمن، ولا حسوي مقلوبة مسروقة، أو ولا حسوي شيء يشبه المقلوبة. حسوي مقلوبة حقيقية زي ما قلنا. أول شيء حنعمل مقلوبة دجاج لأنه هي الأفضل، ممكن تنعمل بلحمة بس عادي، بيئة تتمغط، هذا صوت بيئة تتمغط، تاخذ نفس. نظفت دجاجي أنا، غسلته بموية، غسلته بخل. هحط عليه الأروماتيكس حقته اللي هي بصلة زي ما هي كاملة كذا، هحط عود قرفة، هحط ورقتين غار، هيل، كلوفز، قرنفل، فلفل أسود، وشوية كزبرة وشوية كمون، وهذا كذا مزاجا فلفل أحمر. هذا اللي بدك إياه للمقلوبة. بطاطس، باذنجان، بطاطس مقطعة، بندورة. هذه ايش قاعد تسوي هنا؟ امشي. بعدين حنبدأ نشتغل في الجميل هذا. الجميل هذا هو كل شيء، هو كل لون. بطاطا حلوة مع الأكل هذه. الباذنجان حطينا عليه ملح عشان يطلع ميته. شوف كيف المية بدأت تطلع، الملح بدأ يطلع. طيب حنقلي الباذنجان أو السوادي على قولة أبو يحيى، الله يسعده. أبو يحيى صديقي يمني يسميه سوادي عشان لونه أسود، خلاني أحب الباذنجان زيادة وأحب المقلوبة أكثر كمان. طيب حنشيل دجاجنا على جنب، وحنجيب secret weapon to start frying عشان نقلي الباذنجان. فمثلا انت تجيب زيت قلي مستعمل قبل كذا عندك، هنحط شويه حلوين لانه حنقلي يعني بارت مش شالو فراينج، ديب فراينج عشان ناخذ اللون. احنا قلنا الطعم حيجي من اللون، لما نقلي حوريك اللون، هتشوف الطعم قبل ما تذوقه. شوف الزيت اذا سخن، الله يا لا تهتم للوقت وانت تطبخ باذنجان وانت تقلي باذنجان للمقلوبه، لانه بدك اياه اسود قد ما تقدر، اسود، لانه النكهه حتيجي من السواد هذا. يعني ما في بهارات كثير حنستخدم، فحنعتمد اعتماد كلي على لون الباذنجان والنكهه اللي حيعطينا اياها. يعني لو تسالني لونك المفضل، حقول لك لا، باذنجان مقلي. I love you. أنا تركت قشرها لأنه القشر زاكي، ولما ينقل القشر هيك بصير له كرانش كريسب كثير حلو. من يعني انت قاعد تقلي البطاطا الحين، انت او انا اعتقد الحين مبدئيا، بس انت لازم تطبخها مقلوبه. كان غلط، رجعوا المقلوبه على مكانها الصح. فاحنا الحين لما نقلي البطاطا في الزيت هذا مع اللون هذا، بدأت تاخذ لون. look at this بلوندي وقبيح وريحته شينه، لكن يعيش البصل. يعني أنا مستعد نازل عن العالم لأجل وجود البصل وبقاء البصل. البصل حنقليه لحد ما يذبل وياخذ هيك كذا، يبدأ يتلون، يعني مثل صديقك في أوه ياه. بصل بسرعة، البصل ما حيطول أبدا أبدا أبدا. طلها شوية، هذه كزبرة ناشفة، شوية كمون، يعني
يعني هي مطيبات، هاي الاشياء انا كنت حاطها في المرقه اصلا، بس يعني بتزيد النكهه اللي بتطلع. والطبخ هيك يعني عن نيه، على اللحظه، ايش يجي على بالك تحط. اكيد شويه قرفه، لانه هذا الاساسي. قرفه هي اساس المقلوبه، ما في اي شيء ثاني مهم في المقلوبه زي القرفه من ناحيه البهار. على حد الرز. do this. ولو ما كفت المرقه، انا سويت شويه يعني لاني مسوي دجاجه فما كثرت مي، حزود مي عاديه احسن. تخطيط يا اخوان، تخطيط حتى في كميه مرقه، خطط لك كميه مرقتك يا اخي. ترى والله جت صدفه. فححط شويه زيت زيتون على الوجه هيك. والمفروض يعني المفروض هو كان للي يقدر انه يقلي البتنجان والبطاطا والبصل في زيت زيتون، حيعطيها كثير. اول ما تبدا تبكبك حسكر عليها. رسميا يعني انت ما بتحتاج اكثر من 20 دقيقه. خلاص الحين نغطيه. بدا يبكبك، نغطيه بالقصدير، نغطيه في المنشفة الحلوة هذه منشفة العجين، لكنها مالتي تاسكينج. وقفل. I try to seal it. بس slow fire like a candle. That's it. خليه 20 دقيقة 25 دقيقة، ويفضل بس يخلص يبي يرتاح شوية 10 دقائق بعدين نقلبها. تبسي قديم ونقلب فيه. Now we open our مقلوبة. Slowly we are going to use this. Okay, now we place this here and نجيب هذول عشان نقلب الآن. حلو؟ فايش نسوي؟ نسحبها على الطرف هيك كذا، وبعدين نحط يدنا هنا ونسمي الله. ونسيبها. والمتعارف عليه والعرف، let's open. نفتح، نشيل، بسم الله. listen to that. oh yeah. Oh yeah. I love my مقلوبة. بسم الله. Look. Yeah. Come here. Look at this. اوه صلي على النبي صلي. الحمد لله، بسم الله، ما شاء الله، تبارك الله، بسم الله. بيا صح؟ جود. الآن نظريا هذه المقلوبة، عمليا بالنسبة إلي هذه المقلوبة سويتها، طبقتها، قليتها، طبختها، لذيذة كثير 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 لذيذة، بدون فتاوي، بدون ألوان كثير. أصلا هي يعني تحتاج يكون عندك عمى ألوان عشان تسوي مقلوبة، لأنه هي هيها لونين 3 بس، ما في قرع، ما في كوسة، ما في زهرة، ما في ناس فاصوليا. يلا انجوي، شير، لايك، سبسكرايب، وروا اصحابكم اللي ما بيعرفوا طعم تمهم. صاحبي احمد حرسل له الفيديو هذا اول واحد، لانه هو يطبخ مقلوبة لكن يسميها مسروقة، ويعترف انها مسروقة، وهي لا تعجبني الصراحة. فأتمنى انه قريبا هو يسوي له مقلوبة كمان.